الكرة الذهبية جائزة وهمية، هذا هو تعليق كريستيانو رونالدو في أحد المقابلات الصحفية الأخيرة له بعد طرح أسماء المرشحين للجائزة من فرانس فوتبول. وصرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على 4 كرات ذهبية في مسيرته الحافلة والملهمة بأن هذه الجائزة فقدت مصداقيتها في الآونة الأخيرة. لك أن تتخيل أن لاعبا بحجم كريستيانو رونالدو يصرح بتصريحات كهذه عن هذه الجائزة الفردية، وهو أكثر لاعب ورياضي مؤثر في العالم كله. لك أن تتخيل كم الناس والمعجبين الذين سيأخذون كلام الدون محل ثقة ويفهمون أن هذه الجائزة أصبحت وهمية على حد قوله. وكان الصحفي قد سأل كريستيانو رونالدو: ما رأيك في قائمة المرشحين للكرة الذهبية هذا العام؟ فقال بصريح العبارة أن هذه الجائزة وهمية، تصريح يقلب موازين الأفكار داخل كل عاشق لكرة القدم. كريستيانو رونالدو حتى أنه لم يظل ويتكلم ويكمل الحديث مع الصحفي تشعر وكأنه اشمئز من هذا السؤال وقال وهمية، ثم ذهب سريعا وترك الصحفي يكلم نفسه. والأكثر غرابة هو ما قامت به قناة ريال مدريد الرسمية عندما إعادت نشر تصريح كريستيانو رونالدو في عام 2014 حينما قال: من الصعب بصراحة اللعب ضد 12 لاعب في كل مباراة، يقصد الحكم هنا سيصبح الأمر معقد للغاية. هناك فريق وأشخاص يحصلون على كل شيء دائما، ركلات الجزاء والأفضلية والأخطاء، وأنا هنا منذ 5 سنوات. في بعض الأحيان لا يكفي ما تقوم به في الملعب، هناك أشياء تحدث في الخارج بالفعل. وهناك أيضا تصريح للأسطورة كريستيانو رونالدو عن جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، حينها قال: فيني قام بعمل رائع، وفي رأيي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية. كان الأمر غير عادل في رأيي، وأنا أقول هذا أمام الجميع. لقد أعطوها لرودري وهو يستحق أيضا، لكن أعتقد أنه كان يجب أن تمنح لفيني لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي. عندما يستحق أحدهم يجب أن تمنح لمن يستحق، ولهذا أحب جائزة جلوب سوكر. أتمنى أن تستمروا في تنظيم هذا الحفل لأنه جائزة نزيهة وجيدة جدا. وكان يقصد هنا بأن حفل فرانس فوتبول أصبح وهمي وبلا قيمة في وجهة نظره. فأنت ما رأيك بما قاله كريستيانو رونالدو عن الكرة الذهبية وعلى أنها أصبحت وهمية وبلا قيمة؟ هل كريستيانو رونالدو محق أو غير محق في هذا التصريح الذي أثار حيرة الكثيرين؟ أخبرنا رأيك.